انا كنت عايز اساله على حاجه تخصني انا كرضا. انا افكاري واحلامي واهدافي واسعه كبيره. هل احنا كحد هنا كرضا، راجل مستثمر او راجل معاه بيزنس او راجل بيحب يشتغل، لو حد يعرف يسافر بره، الموضوع بالنسبه له فيه صعوبه في بلجيكا، او البيزنس هناك صعب؟ كبزنس سهله جدا، بس السفر من هنا لبلجيكا صعب. لا كبزنس ما فيش صعب في السفر. بمعنى انت كراجل مستثمر راح تعمل حاجه، الفيزا بتاعتك هتاخدها هتطلع لحضرتك في 3 شهور. ما هو اسهل طريقه للسفر عامه عندنا احنا هناك اللي معاه شغله وورقه ان انت مسافر بتعمل بيزنس، صح كده؟ بيزنس او زواج او دراسه. غير كده بتبقى صعبه. لكن حضرتك راح تستثمر، سجل تجاري بتاعه ضريبيه، وانت راح تشوف فرصه عمل هتفتحها هناك، فانت داخل تدخل للدوله فلوس. يعني انت راجل مستثمر، فدي خلصانه زيها زي الدراسه، زيها زي حاجه سهله خالص. تمام. بس فكاستثمار حضرتك ما فيش صعب في الصفر خالص. التكاليف هناك برضو مناسبه؟ التكاليف تعتبر يعني شبيهه لهنا ولا شبيهه واحسن برضه من هنا. تكاليف التحضير سهله اسهل من هنا. يعني احنا هنتكلم مثلا كايجارات، يعني مثلا كمحل زي اللي مع عند حضرتك فوق ده، ممكن مثلا 900 ل 1000 ما يعادل مصري. لا، ما احنا مش هنتكلم بقى بمصري، احنا هنتكلم 900,000 هناك 900 يورو في الشهر. 900 يورو في الشهر. بس ضيف على كده ان انت مثلا عندك مثلا 900 يورو. انت بتقول انا حالي للاولاد ما يعادل من 75 في اقل من ساعه. في اقل من ساعه 900 يورو. انت بتتكلم في كلام فاضي. انا بتكلم حضرتك بمحل ايجاره 900 يورو. في مثلا اقل حاجه هيبقوا 3 كراسي اقل حاجه، بس عندك غرفه، عندك مطبخ ورا كامل، يعني في كل حاجه، في مطبخ. يعني المحل هناك لازم الاساسيات، لازم مطبخ وحمام. في مطبخ وحمام، ده موجود، ده شيء طبيعي. ده شيء طبيعي هنا. تمام. فانت هتستثمر. يعني تقصد ان محل زي اللي فوق الكبير ده ب 900 يورو، يعني فيها اقل من كده؟ لا، هو هيبقى اقل من كده حاجه بسيطه. لان حضرتك المحل عندك بسم الله ما شاء الله كبير وعريض ولسه كمان في ورا. بس انا بكلم حضرتك ان المحل هيبقى مثلا فيه 3 كراسي اقل حاجه، وفي استراحه للكلام، وبعد كده هيبقى فيه مطبخ ورا وحمام. ده 900 يورو. التقديم بقى للمستثمر بيكون من خلال مصر هنا، بيقدم ازاي؟ ده سؤال شخص، ما تصورش يا ابني، كم تصور زي ما تصور. لا، حضرتك بتتواصل مع السفاره. السفاره هيبقى في مكتب اللي هو TSL، اللي هو القائم باعمال السفارات حاليا. سجل TSL دي. TSL ده مثلا ده بيبقى وكيل. الاول ما كانش فيه وكيل، الاول حضرتك كنت بتروح بتتعامل مع السفاره فيس تو فيس. دلوقتي انت في قائم باعمال السفاره. TSL ده من واخد السفاره البريطانيه على السفاره الفرنسيه على السفاره البلجيكيه، كل ده. حضرتك انت بتتواصل معاهم او تدخل على الويب سايت عامه، وبتشوف حضرتك انت عايز تروح هناك ليه. كدراسه ليها الشق بتاعها، كاستثمار ليها الشق بتاعها، زواج ليها الشق بتاعه، كل حاجه ليها الشق بتاعها. بس كاستثمار بتبقى يعني اسرع وسهله جدا. سهله جدا. بس كده احنا دردشنا شويه حلوين.